أذهب إلى الأمم المتحدة ولا مع أي سفير ولا مع أي رئيس دولة أتكلم على أبناء الجنوب وأنا بقوة أتكلم، ما أتكلم وأنا ضعيف يجي يقول لي بنصيف الحديث في عندك مشكلة في محافظة كذا كذا حلوها وبعدين تعالوا لنا. هذا بيداتنا نكون أقوياء، وبيداتنا أن نضعف أنفسنا. الكلام هذا موجه للقيادات، قيادة المجلس الانتقالي السياسية على مستوى الكل، يعني على مستوى الجمعية الوطنية والأمانة العامة والمحافظات والمديريات والمراكز. هذا هو شغلهم السياسي الأول. هذا بنجي له بالملف الثالث اللي هو التنظيمي. أنا أؤكد لكم على أن قضية الجنوب معنا خيارين لا ثالث لهما: النصر أو الشهادة، ما في غيره. لا أحد يفكر بخيار آخر، لأن التراجع أو التوقف بيؤدي إلى خيارات يعني لا يرتضيها شعب الجنوب، لا لنا كقيادة كمجلس انتقالي جنوبي، ولا القواتنا المسلحة، ولا لأمننا، ولا حتى للمكونات الموازية لنا. طبعا ثقوا أن قضية الجنوب بيداتنا كمجلس انتقالي كقائد للعملية السياسية إلى جانب مكونات أخرى. لن نقصي أحد لا يريد الاندماج مع المجلس الانتقالي، لأننا واثقين من أنفسنا نحن نشتغل صح مش خطأ، وسنبقى قيادة لشعب الجنوب حتى تحقيق كافة أهدافه. لن نتراجع وسنحققها، وبعد ما نحققها نقول في ديمقراطية وفي صندوق للجميع. وهذا الميدان يا حميدان، واللي يشتي سلطة يأثر على الشعب ومنتخبه، ما عندنا مشكلة. بذاك اليوم لما ننتقل إلى سلطة كاملة وسيادة كاملة لأبناء الجنوب نقول الديمقراطية وأصحاب المكونات الصغيرة والهزيلة نقول لهم أمامكم شعب الجنوب، واللي يشتغل رئيس يروح ينتخبوه. الشعب أصبح محصن الجنوبي، وثورة عمرها يمكن الآن بصل 30 عام ليست صغيرة. الذي ولدوا بالتسعينات بداية الوحدة أو بعد الحرب 94 والاجتياح والاحتلال أصبحوا اليوم في أشدهم قادة في جبهات القتال. حقنا نتنازل عنه، ولن نترك القوى الوطنية الحية في وطننا الشمال الحبيب زي ما كنا زمان. نرجع ما في فرق. ولن نهزم الحوثي إلا بقوة وطنية شمالية مخلصة، وهم بيننا الآن.